السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم كما كنشوفوا عندنا واحد المشكل كبير، هو هاد الهجرة الجماعية في باب سبتة وفي باب المليلة. ويعني شفنا كيفاش أن الصورة ديال بلادنا ضرات بزاف الصراحة. أنا التعقيب اللي عندي هو علاش بعض الناس اللي كتشدهم الكاميرات وكيشدهم الصحفيين كيبدا يبخس كلشي، يعني البلاد ما فيها ما يدار، البلاد كحلة البلاد. علاش اخويا البلاد كحلة؟ حيت انا ما غاديش نعمم. انت ولا انت مثلا خرجتي من القرايه على 10 سنين ولا 12 عام، بقيتي في راس الدرب واحد 4 سنين و5 سنين نتا بارك، ما مشيتي تعلمتي صنعه، ما رجعتي تقرا ما والو، وفي الاخر لقيتي بان الحل الوحيد هو انك تمشي تحرك. علاش اخويا تقول هاد البلاد ما فيها ما يدار؟ شكون اللي يسمح لك انك انت تهضر باسم بلاد كامله؟ شحال نتوما من واحد دابا اللي باغيين يحرقوا؟ يعني لحد الان الاجهزه كتهضر على 5000 ولا 10000. واش هاد 10000 شاب هي اللي كاينه في المغرب؟ حنا راه 40 مليون، راه كاينين ملايين ديال الناس اللي مقاتله مع الوقت، اللي وليداتها كيقراو، اللي الناس كتقلب على خدمه والناس كتخدم. يعني علاش هاد التشويه ديال الصورة ديال بلادنا في الوقت اللي حنا الاعداء ديالنا كيقلبوها على من يضحكوا علينا بهذا المفهوم؟ صحيح كاين بعض الحالات اللي تسدت عليها البيبان، كاينين الناس اللي قراو ما لقاوش خدمة، قلبوا، الله يحسن العوال، الوالدين حالة ضعيفة. يعني الانسان كيشوف بان الحل الوحيد هو الهجرة، مع العلم ان الهجرة راه ما بقاتش كما كانت هذه واحد 20 ولا 30 عام. راه جدودنا والدينا اللي هاجروا شحال هذه كانت اوروبا محتاجة ليهم، كانت خارجة من الحرب العالمية الثانية، كانوا محتاجين العمال، يعني كانوا كيستقبلوك بالورود كما كنقولوا، غير جي خدم ونعطيك ونديرو ليك. اما دابا اوروبا راه ما بقاتش محتاجة لينا، اوروبا براسها راه فيها بزاف الدول فيهم الازمة. يلا الا خدموا ولادهم ما يقولوها لحد، زيادة على ان كاين موجة ديال العنصرية، يعني الناس مبقاوش باغينهم كاع الاجنبي، وخصوصا الا كان عربي، وخصوصا الا كان مسلم غيتهموك بكاع المشاكل اللي عندهم. اقل حاجة غيتهموك بالارهاب، ولا غيتهموك بانك ما محضرش ولا هادي ولا هادي. اذا الانسان خصو شوية يوعى. جاتك واحد الحالة ما بقيتيش باغي بلاد تخدم هنا، ما بقيتيش، ما تطعنش في بلادك. راه بلادك هذه راه غتمشي دوز واحد 20 و 30 عام في الغربة وغادي ترجع لبلادك. علاش؟ لان ما كاينش اللي غيقبل عليك قد بلادك. الناس اللي سبقونا راه عارفين هادشي، العنصرية والتمييز وتغيير حتى العقيدة ديال الابناء. راه كاينين الناس اللي مشاو لكندا ومشاو لدول في اوروبا وندموا. علاش؟ لان ولادهم كبروا لهم ماشي ما هما مسلمين، ما هما يعني بدلوا لهم حتى العقيدة ديالهم. يعني كيولي الانسان مثلا كيشوف ولدو كيقول لك انا من حقي نختار نكون راجل ولا نكون مرأة ولا نكون هادي ولا نكون هادي. اذا كتولي انت كتشوف ان داكشي داكشي كله مشى فابور. الله يخليكم. هاد البلاد راه عندها تاريخ، عندها امجاد، وعندها ولادها اللي كيبغيوها. حنا واش كتصحابو الانسان اللي عايش هنا في المغرب؟ واش كلشي عنده معلقه ذهبيه في الفم ديالو، ولا كلشي تزادو لقى معلقه ذهبيه في اليد ديالو كما تيقولوا؟ حنا كنا اغلبيه ساحقه ولا الطبقه ديال الفقراء، وكاين شويه ديال الطبقه المتوسطه، ولكن الفرق هو في التربيه. تربينا على حب البلاد، تربينا على الصبر، تربينا على المواطنه، تربينا على ان الانسان خصو يقرا. بعد الانسان اللي ما تيقراش وياخذ دبلومات راه ما عندوش حق كاع يقول ان البلاد كحله ما فيها ما يدار. انت اصلا ما قريتيش، خارج من المدرسه في الابتدائي ولا في الماكسيموم الاعدادي. اشنو غادي لك الدوله؟ واش غادي تشدك تدخلك فين تخدم؟ اشنو هما المعارف اللي عندك؟ راه دابا شركه اي شركه كدير لونتروتيان كتشوف الماكسيموم، يعني
اللي ما عندوش جوج لغات ولا ثلاثه راه ما عندوش كاع اوكين شونس. دونك علاش حنايا وصلنا لهاد المستوى هادي؟ ما بقيتيش الظروف ما والماتكش، سير اخويا حرق، ولكن عرف بان داك الحريق راه ما خدامش. راه لو انك تقرا في بلادك وتاخد الشواهد وتصبر شي شويه. حنا كاع بدينا بجوج دريال كما كيقولوا، جوج دريال تقاتلنا مع الوقت وبدلنا الخدمه، خدمنا هنا خدمنا واحد النهار كيجيب الله التيسير. وكاع الا ما وليتيش من دوك الطبقه اللي انت كتحلم بها، عرف بان هذا هو المكتب ديالك. راه الله خلقنا ودارنا طبقات، كاين الغني وكاين الفقير، وكاين اللي فقير ومع الوقت غيولي غني، وكاين اللي فقير وغيبقى فقير. هذه هي سنة الحياة. وكاين اللي غني ومع الوقت غيولي فقير، كاين الناس اللي ورثوا وطبوا في كلشي ومع الوقت ولاو فقراء. الانسان خصو يعرف. وهنا كنوجه واحد الرسالة للوالدين، هاد الوالدين اللي ولاو كيتزوجوا وتيولدوا بسرعه وتيطلقوا وكيخليو هاد الولاد مهمشين. يعني كاين مشكل حتى في هاد النقطه هادي. كاينين بزاف الناس اللي دابا باغيين يحرقوا. المشكل ديالهم هو المشكل ديال التفكك الاسري. فكروا شويه قبل ما تفكوا الاسره، فكروا شويه، ما تبقاوش انانيين. الرجل والمراه ما تفاهموش، السلام عليكم المحكمه. فكروا لهذوك الوليدات، فكروا المستقبل ديالهم، فكروا المصير ديالهم. راه هما اللي من بعد غادي يمشيو وغادي يحرقوا، وربما ما يوصلوش كاع للحريق، يتورطوا في الاجرام ويوليو في الحباسات ويوليو. هادشي اللي خص يكون عليه يعني واحد المناظرات، يكون واحد اللقاءات. فين هما لي سوسيولوج، فين هما المحللين، فين هما الناس اللي كيهضروا في هادشي. ميمكنش نقولوا حنا ان الدوله ديالنا كتحمل المسؤوليه في هادشي كامل، وما يمكنش نقولوا ان الدوله ديالنا مزيانه 100%. الدوله ملي كتجي مثلا اي نظام راه الدور ديالو شنو هو في هذا العصر هذا؟ هو يخلق فرص الشغل ويأمن لك يعني الحدود ديال البلاد والحريات، ويعطيك لي زوبورتونيتي يعني الفرص انك دير وتفعل ودير المقاولات ديالك ودير لعندك شويه الفلوس دير شي مشاريع. وهذا اللي كاين. حنا راه ماشي المغرب، راه ماشي دولة في اوروبا راه وصلت هذا المستوى اللي وصلت ليه راه بعد عقود واتحدوا ولاو كتلة واحدة ولا شي كيفرني على شي. اوروبا راه ماشي غير جات وصلت لهاد الامور. حنا للاسف ما متحدينش، دول الجوار كل واحد شي كيحفر شي باغي يقسم شي. يعني حنا عندنا مشكل بعدا في المحيط ديالنا. يعني لو اننا كنا كتلة متحدة بحال الاتحاد الاوروبي لكان الشعوب ديال المغرب الكبير ولا المغرب العربي كله لعاشت في رخاء. اذا اول حاجة نعرفوا الواقع ديالنا. صحيح نتوما قصيرين، الاغلبيه قصيرين، يعني ما يمكنش يفهموا هاد الامور، ولكن هنا المشكل ديال الاسره خصها تفهم وليداتها، خصها تفهمهم ان باش توصل خاصك على الاقل تقرا، على الاقل تاخد مثلا البكالوريا. الا خدتي البكالوريا كتفتح لك بعدا الباب تدوز بزاف ديال لي كونكور. كيفاش نتايا ما خدتش الشهاده ديال يعني الاعداديه ديال التاسعه وكتقول البلاد ما فيها والو، خصهم يديروا معنا شي حل؟ اش غيديروا معاك؟ واش غادي يشدوك يدخلوك يخدموك في شركه؟ اصلا راه القاصرين ممنوع لهم يخدموا كاع في العالم كله دابا. يعني التوجه العام في العالم يعني هو ان القاصر ما خصوش يخدم. علاش اخويا ولا اختي؟ علاش تخرج من المدرسه؟ علاش ملي كانوا تقول لي حق التعليم هادي؟ كاين تعليم العمومي والا كانوا والديك فقراء، كاين تعليم عمومي قرا. راه كاينين الناس اللي في مثلا المغرب المنسي، يعني اللي كنسميو المغرب المنسي، في المغرب مثلا الشرقي ولا الجنوب الشرقي بدوك المناطق ديال الرشيد والزرقوره، هما اللي ولاو لي زانجينيور. دابا كتلقاهم لي زانجينيور في كازا وفي الرباط. علاش؟ كيقراو. وكتجي المدن الكبار مثلا كازا ولا الرباط
ولا سلا ولا مراكش ولا طنجة كتلقى الدراري عنده سكوتر وعنده بورطابل وعنده ما كيقراش. واش المشكل في العمل ديال الوالدين؟ ما عرفت. هادشي خص الخبراء. انا شخصيا كنشوف ان الاسره مبقاتش مهتمه بالاولاد ديالها. واش حيت الام حتى هي خرجت لسوق العمل؟ اذا كان هذا هو السبب دونك هادشي راه خصو يتعالج. خصنا نعرفوا شنو الحل. ربما لان كتلقى بعض الاسر الاب خدام والام خدامه الله يحسن العوان، وكتلقى الابن كيربيو غير الخادمات ولا غير العائله كاع، خالو ولا عمو ولا جده ولا جدو. يعني حتى ديك لا كومونيكاسيون فاميليال ما كايناش، داك التواصل العائلي ما كاينش. هادشي راه خصنا ندرسو وخصنا نعرفو بان المغرب راه دابا في مرحله مهمه حاسمه، لان حنا دابا كنا في واحد ليطاب وباغي ندوزو لواحد ليطاب اخرى، ولكن هاد ليطاب اخرى خصنا نكونو كلنا واقفين. احنا جايين كأس افريقيا، جايين كأس العالم، استثمارات، العالم كله دابا كيشيد بالمغرب، السياح كيجيو من العالم كامل. ولكن ملي كيبدا الانسان بحال هكا، كيجي واحد كيطلع في ميكروفون كيقولك واه المغرب ما فيه ما يتشاف ما فيه ما يدار، وهادي راه مشكلة كبيرة. يعني حنا هاد البلاد هادي بعد 60 سنة من الاستقلال وما فيها ما يدار، يعني راه هاد الناس اللي دازو كلهم ما داروا والو، في حين ان بلادنا الحمد لله يعني بالموارد ديالها المحدودة. انا كما قلت لكم اوروبا راهم تكتل كبير، شي كيعاون شي يعني. والعلم يعني وصل واحد المرحله متقدمه في العلوم. في اوروبا راه ما تلقاش دري ورا العشرة الليل الزنقه. حنا ولادنا كتلقاه في الهيئه الشعبيه 12 الليل باقي كينقز، ما باغي لا ينعس لا الصباح بيان سير ما غاديش يمشي للمدرسه، الا مشى غيمشي ناعس باغي يضحك على المعلم ولا المعلمه. هاد الامور هادي خصها تخاد بعين الاعتبار. الله يخليكم الشعب المغربي، راه خصنا نوعاو. راه ماشي كلشي خايب وماشي كلشي زوين بطبيعة الحال، ولكن راه حتى حنا خصنا نفيقو شوية، نفيقو شوية ونخدمو. العالم وصل بالعلوم بالقراية، عندك فرصة تقرا قرا، وحتى ملي تخدم زيد قرا. دابا الحمد لله حنا في وقتنا، انا كنهضر معكم في الوقت ديالي ما كانش هاد الفرص اللي كاينه دابا. دابا الانسان راه يقدر يقرا يخدم ويقرا ويتسجل في معاهد خاصه والمعاهد عموميه ويزيد من القدرات ديالو. يعني خاصنا نديرو مجهود، وخصوصا هاد الميساج موجه للاسره المغربيه. هاد الاسر الله يحسن العوان اللي ما عندوش لي مويان اسيدي ما تزوجش كاع ما تولدش، ما عندكش لي مويان يعني فقر مدقع اخويا ما تتزوجش وما تولدش كاع. غتولد لينا هاد الشيء اللي دابا كنشوفو فيه ما كاينلاش. واللي عنده لي مويان وقادر يتزوج ويولد وكاع بالاسره ديالك كما انت والديك وصلوك، وصل هاد الوليدات تاهما، وصلهم باي طريقه، وعيهم. ما تهواش على المدرسه بوحدها، المدرسه راه كيوروك البروغرام. وعي وليداتك، فهموا ما شنو هي الحياه، فهموا ما شنو هو حب الوطن. حنا هاد الارض اللي كتجمعنا المملكه المغربيه عندها تاريخ، سنحافظوا عليه ونزيدوا نعليو القيمه ديال بلادنا. كيفاش غنعليو القيمه ديال بلادنا؟ اننا خصنا نخدموا ونطوروا بلادنا. حنا دابا كلشي باغي يحرق، غادي تمشي تنميها بلدان ديال الناس اخرين. كاينين الناس دابا كيجيو من دول افريقيه وكيخدموا في المغرب، وانت باغي تخلي بلادك وتمشي. حلل وناقش. علاش؟ حكا الحكومه ما داتشنا ما عطاتشنا. في بلادك خدم وقرا وطالب الحقوق ديالك وطور نفسك وطور بلادك. اما هادشي ديال حكا
نمشي لإسبانيا وراه غندير راه ما تلقى والو في إسبانيا. هما أصلا إسبانيا ولا أوروبا كاملة دابا راه عندهم أزمة تا هما، وعندهم الشوماج وعندهم، يعني نتا آخر حاجة غادي يفكرو بها لا خدموك غيخدموك في دوك الحقول ديال الفريز ديال الفراولة كما كيقولوا، وغادي تبقى تما تضرب في تما. سي فري غتكون الفلوس زايدة ولكن راك غتفقد حاجة مهمة، غتفقد الانتماء، غتولي واحد العنصر تما اون ماشين خدام في واحد البلاد كتاخد أجر، والنظرة دائما نظرة دونية، في حين أن في بلادك راه إلا شربتي غير الخبز واشي وكلتي خبيز راك دائما معزز مغربي، ولد المملكة المغربية اللي دخلت الأندلس ووصلت للسنغال هادشي اللي غنقول لكم. أنا شخصيا هذه هي الفكرة ديالي. ربما كاين اللي ما غيحملنيش بزاف تعاليق، غيقول لك انت عادي، انت مستعفز. انا والله ما مستعفز، انا انسان بسيط من اسره بسيطه، قريت على قد الحال، خدمت، كنت قاتلت انا مع وليداتي باش يكبروا، ولكن مقتنع بان الماضي ديالي والحاضر ديالي والمستقبل ديالي هو في هاد البلاد. الا مشيت لبرا نمشي كسائح، ندي فلوسي في جيبي انا ونسالى وهادي، ونرجع لبلادي نخدمها ونعطيها كما عطاتني. كاين اللي كيقولك البلاد ما عطاتني والو، لا سيدي راه البلاد عطاتنا الحمد لله. ملي كتفيق الصباح كتمشي للمدرسة ولا كتمشي تخدم ولا كتمشي دير اي حاجة، واصلا البلاد راه ما كتعطيش، حنا اللي كنعطيو لراسنا. ما تنساش غادي تسنى، واش غادي تسنى انت يجي يدق عليك شي واحد الصباح يقولك هاك؟ راه ما كايناش. الراجل هو اللي خصو ينوض ويعري على كتافو ويخدم، والرجل ولا المرأة انسان المستقبل ديالو يديرو بيديه، ما يتسناش لا هذا ولا. كاينين دابا شوف غير في الشوارع ديال كازا ولا طنجة ولا مراكش، شوف الحديد اللي كاين كيفاش هاد الناس وصلوا، واش كلهم شفارة، واش كلهم مخلويضين، واش كلهم. كاينين الناس اللي خدامة سيدي، الناس خدامة قرات وكتزيد تقرا، علاش انت ما تكونش منهم؟ دير حتى علاش فهمتي، تحدى انت الواقع. الحلاوه ديال الحياه الرياضيه هي انك تحدى الواقع، اما انك تمشي للشمال وتحرق وتشوف واش توصل ولا ما توصلش. واحد عنده 10 سنين واش عيبط لك كيعرف يعوم كاع، يتلاح ليا في البحر، وهذه راه خساره للوطن. الله يرضي عليكم. نتمنى هذا الميساج يتبارطاجا على صعيد واسع، والسلام عليكم ورحمه الله.